السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في سكاي جاردن في لندن على ارتفاع متهيألي 35 دور. تمام، خلونا نكمل إجابة أسئلتكم التربوية على بوست الأسئلة، واللي كان السؤال فيه لجوجو هلال. وجوجو هلال كان بتسأل بتقول ولادي الاثنين 8 سنين و6 سنين تقريبا، تصرفاتهم في وجود الضيوف بيبقى أسوأ. يعني الأطفال كويسين جدا في العادي، أو يعني عاديين كويسين، سلوكياتهم كويسة، ويجوا في وجود الضيوف سلوكياتهم بتتغير للأسوأ ويتصرفوا بطريقة غير لائقة، ومهما عاقبت قدام الضيوف أو خدت أكشن أو قعدتهم في أوضة لوحدهم أو عملت بوزيتيف تايم أوت أو أي حاجة من الحاجات اللي بنعملها، برضو هي بتحس إن العيال بيتصرفوا بيبقوا أسوأ لو عندهم ضيوف. تمام. في الحقيقه جوجو السؤال بتاعك فيه جزئين كبار. الجزء الاولاني ان احنا الكبار، احنا كأمهات واباء بنبقى حساسين اكتر في وجود الضيوف. يعني احنا بنأفور اكتر في وجود الضيوف، بنتحفز اكتر في وجود الضيوف، بنبقى عايزين نطلع في صوره لائقه جدا في وجود الضيوف، فالتغافل بيقل. فبنعتقد ان الامر ليه علاقه بولادنا احنا بس. يعني بيتهيأ لنا ان العيال قلالات الادب في وجود الضيوف عشان ولادنا احنا بس، ان المشكله عند ولادي، لكن ولاد الناس زي الفل. والاقي امهات كتير بتتعامل من المنطلق ده، ولاد الناس زي الفل، لكن ولادي هم اللي مطلعين عيني، هم اللي مش مؤدبين، هم اللي بيعيطوا ويزنوا ويتكلموا في حاجات مش لطيفه قدام الضيوف. فزي ما قلت لك التغافل بتاعنا بيبقى اكتر. والحقيقه دي خدعوك فقالوا. كل الناس عندها عيال، وكل العيال مطلعه عين اهاليها. يعني كل العيال مطلعه عين اهاليها. كل واحد عنده عيال تعبان معاهم ومتعبين وزنانين وعناديين وبيعملوا تصرفات غير لائقه. فالناس مش معلومه جديده على الناس ان هم يشوفوا اطفال بتغلط. تمام. فانا مفترض كأم اتصالح مع نفسي في الحقائق اللي من النوعيه دي، ان الموضوع ما يخصش ولادي انا بس ولا حاجه، وان ده بيتهيألي. تمام. وان فكره ان عيال الناس محترمين ومؤدبين وعيالي انا لا، دي مش فكره سليمه. يعني كنت بهزر معاهم كده اقول لهم كل واحد خليه في وكسته، يعني ما كل واحد يخليه في اللي عنده، لان فعلا كل العيال متعبه. كل العيال قعدوا يضحكوا علينا زمان ويقولوا ولاد الاجانب متربيين، وولاد الاجانب ما بيزنوش، ولاد الاجانب ما بيعيطوش. كلام فارغ. ولاد الاجانب عادي بيزنوا وبيعيطوا وبيعندوا وبيردوا باسلوب مش كويس على اهاليهم، وبيعملوا نفس الاخطاء اللي موجوده عندنا عادي جدا جدا. يعني فكرة ان احنا نفترض ان اطفال تانية في بيئة تانية في ثقافة تانية في بيت تاني احسن من عيالي، لا، ده كلام السليم. كل الناس عندها عيال، كل الناس طلعانة عينيها مع عيالها، كل الناس فاهمة كويس ان العيال متعبة. طب اللي مش فاهم، اللي بينظر، اللي بيبصلك، اللي بيصغرلك، اللي بيخليكي تتوتري اكتر، اللي مش عارفة ايه، ده عيب عنده. وقبل ما يبقى عيب عنده، هو عيب عندي ان انا بتأثر، هو عيب عندي انا. تمام. من المفترض ان انا ما اخليش حد يقودني في تربيه عيالي. تمام. التربيه قايمه بشكل اساسي على التغافل وعلى تقبل الاطفال وتقبل اخطائهم، وان الامور تكون هينه لينه كده، الامر يكون بيعدي ببساطه، واركز على الحلول وتقبل ان العيال بتغلط والاخطاء فرص للتعلم وكده. فانا محتاجه اراجع قدرتي انا على التغافل، وقدرتي انا على تقبل اخطاء ولادي، وتحفظي انا في وجود الأغراب أو وجود الضيوف أو وجود الأقارب. فأنا كأني دول بيمثلوني، كأني ابني اللي مش نظيف ده أنا اللي مش نظيفة، كأني ابني اللي طلع متوسخ ده أنا اللي مش مهتمية بنظافته، كأني ابني اللي هدومه مبهدلة ده أنا اللي أم مهملة. فأنا عمالة أدي كلام او ادي احكام، او يحصل لي زي تشاك كده، ويحصل لي ابقى نيرفز اكتر علشان انا حاسه ان الموضوع يمثلني انا، وكأن الاخطاء مني انا. ابني اللي اتكلم بطريقه مش ذوق، ابني اللي ما رضيش يدي لابن صاحبتي الشوكل بتاعته ولا لعبته ولا مش عارفه ايه، كانها كلها بتمثلني انا، كأن اخطاء ولادي بتمثلني، وده كلام خاطئ لازم انا كأم اتخلص منه. تمام. يبقى اول بارتيشن او اول جزء عايزين يعني نتكلم عنه اخلاقنا احنا وسلوكياتنا احنا ومشاعرنا احنا وافكارنا احنا في وجود الضيوف.
تمام. محتاجه انا اتدرب ابقى اكثر تغافلا، وابقى لينه اكتر، وابقى اتقبل الاخطاء اكتر، وابقى بسيطه. يعني عادي، طفل وغلط، عيل وغلط زي ما بيقولوا. تمام. الجزء الثاني، ليه ابني بيغلط اصلا؟ اداؤه بيتغير للاسوأ في وجود الضيوف. فعلا ممكن يكون انت عندك حق، وده بيرجع قد يكون الطفل ده ما بيشوفش ضيوف كتير، فبالنسبه له خبرات جديده، وكلنا بنغلط في وجود الخبرات الجديده مش واخدين عليها يا ماما. تمام. فمحتاج يتمرن اكتر على التعامل في وجود الضيوف. هو كمان بيبقى نرفز اكتر، وهو كمان بيبقى متحفز ومتوتر فبيغلط. كلنا لما نكون متوترين بنغلط اكتر. تمام. ادي حاجه. يكون ضعف تدريب، يكون ضعف مهاره. تمام. يكون ان الطفل ده عايز يلفت الانتباه، عايز يهزر، عايز يبقى دمه خفيف، عايز يكرم الضيوف بس تطلع معاه كده غشم، يعني غشيم. تمام. ودي كلها حاجات مقدور عليها. ليه مقدور عليها؟ انا دايما مؤمنه ان اي مهاره مقدور عليها، نتدرب عليه، نمثل، نعمل سكتشات ونعمل مسرحيات ونعمل مش عارف ايه، بس بشرط ان انت تكوني الاول عملتي الكونكشن اللازم. كونكشن بفور كوركشن، يعني لازم اعمل تواصل بيني وبينك قبل ما احاول اصلح فيكي حاجه. تمام. فكون انت تواصلتي بحب وان انت كده كده متقبلاه، وكده كده ابنك حبيبك نور عينك، وكده كده في كل الاحوال اتس اوكي على الاخطاء وتمام ومفيش مشكله. بعد ما تعملي الكونكشن ده نبدا نتدرب على المهارات. نعمل ايه لو حاجه اتدلقت، نعمل ايه لو مش عارف ايه، طب انا عايزه اهزر، طب انا عايزه اتكلم مع الناس دي الجديده اللي انا ما بشوفهاش كتير، طب انا عايزه ابرز نفسي. كلها رغبات مشروعه. قد يكون هو بيعملها بغشم، يعني بيعملها باسلوب مش لطيف فبيطلع معاه كده. تمام. فنستهدى بالله وندي لابني حب كتير وتقبل كتير، وبعد كده اعمل تمرين مره واثنين وعشرة وما ملش وتقبل ابني واصبر. في حاجات كده محتاجه وقت يا جوجو، يعني محتاجه بس عمر مع التدريب. مش هيحصل حاجه لما العيل اللي عنده 7 سنين قال كلمه سخيفه، ولا وقع حاجه، ولا دلق حاجه، ولا اكل بطريقه مش الطف حاجه. يعني في الاول في الاخر دول عيال. تمام. يبقى اشتغلي على بارتيشن 1، ده الاساسي لان هو بيخصك انت، ثم تدريب الطفل على عدد من المهارات، ده الجزء اللي يخص اولادك. وما تنسيش الصبر والتغافل، وطنشي واديهم وقت والدنيا هتظبط ان شاء الله. ربنا يبارك لك في اولادك ويجعلهم نقد صالح، ويبارك في اولادنا جميعا ان شاء الله.